أيها الناس، شروط الأضحية التي ينبغي أن نراعيها وأن نفهمها وأن نتعلمها حتى تكون أضحيتنا صحيحة مقبولة. الشرط الأول أن تكون خالصة لوجه الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، أي الإخلاص وإرادة وجهه وحده لا شريك له. الشرط الثاني أن تكون من بهيمة الأنعام، من الإبل أو البقر أو الغنم، معزها وضأنها، وقد أجمع على ذلك أهل العلم. وأفضل الأضحية البدنة، ثم البقرة، ثم الشاة، ثم شرك أي سبع في بقرة أو بدنة، على القول الراجح من أقوال أهل العلم. الشرط الثاني أن تبلغ السن المحدد شرعا، وهذا السن هي الثنية من البقر والبدنة والمعز والجذعة من الضأن. الجذعة من الضأن أي الكبش ما تم له 6 أشهر على القول الراجح من أقوال أهل العلم. والمسنة من المعز ما تم له 1 سنة على القول الراجح. وأما المسنة من البقر فما تم لها 2 سنين. وأما المسنة من البدنة والإبل فما تم له 5 سنين. الشرط الثالث من شروط الأضحية أن تذبح في الوقت المحدد شرعا، فلا يجوز أن تذبح الأضحية قبل الوقت المحدد ولا بعد انتهائه وخروجه. فأول وقت الأضحية إذا شرقت الشمس وانتشرت من يوم النحر، إذا مضى قدر صلاة العيد، سواء صلى المضحي أم لا، وسواء صلى الإمام أم لا، وسواء كان المضحي من أهل القرى أو الأمصار أو البوادي أو المسافرين أو المقيمين. فإذا شرقت الشمس يوم النحر وذهب قدر صلاة العيد بدأ وقت الأضحية. ومن ذبح قبل صلاة العيد فلا تعد أضحية له، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي صلاتنا ثم ننحر نسكنا، فمن ذبح بعد الصلاة فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل الصلاة فلا نسك له، وإنما هي شاة لحم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحديث في صحيح البخاري ومسلم عن البراء، وجاء من نحوه عن جد بن عبد الله، وجاء عن أنس، وجاء عن جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبان أن من ذبح قبل صلاة العيد فلا أضحية له، وأنه يعيدها مرة أخرى، ومن ذبح بعد صلاة العيد فقد أصاب النسك وصحت أضحيته. ومن ترك الأضحية حتى خرج وقتها وآخر وقتها بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق فلا أضحية له ولا يذبح، وإن ذبح فهي لحم أطعم نفسه وأهله. فوقت الأضحية 4 أيام، يوم النحر، و3 أيام بعده، فهي 4 أيام. الشرط الذي يليه من شروط الأضحية أن تكون سالمة من العيوب التي تمنع الإجزاء، والتي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما عند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 4 لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، فلا تجوز في الأضحية أن تكون عوراء، ومن باب أولى أن تكون عمياء. ثم قال: والعرجاء البين عرجها، فلا تجوز في الأضحية أن تكون عرجاء، عرج بين، أما العرج الخفيف فلا يضر، والعور الخفيف لا يضر. ومن باب أولى ما كان مقطوعا منها عضو من أعضائها، ما قطع من أعضائها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والمريضة البين مرضها، أي المرض الذي يضعف لحمها وينقص ثمنها، أما المرض الخفيف فلا يؤثر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والكبيرة التي لا تنقي، التي صارت كبيرة بالسن، فهذه لا تجزئ. وتجزئ في الأضحية على القول الراجح من أقوال أهل العلم الجماء التي لا قرن لها، وتجزئ العضاء مكسورة القرن، وتجزئ كذلك التي قطعت
من إذنها. وتجزئ كذلك الخصين المخصن، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش مخصي كما ثبت عنه. وتجزئ كذلك البتراء التي لا ذنب لها أو ما قطع من ذيلها. وهكذا هذه هي العيوب التي ينبغي حذرها: العوراء، العمياء، العرجاء، ما فقدت أحد أعضائها، المريضة البين مرضها، والكبيرة الهزيلة الضعيفة. الشرط الذي يليه يا عباد الله من شروط الأضحية أن يكون عدد المشتركين فيها على الوجه المطلوب شرعا. فالشاة تجزئ عن الشخص وأهل بيته، ولا يصلح أن يشترك في الشاة أي أكثر من شخص إذا افترقت مطابخهم وبيوتهم. وهكذا البدنة يصلح الاشتراك فيها ل7، والبقرة كذلك، لما ثبت من حديث جابر عند مسلم قال: نحرنا يوم الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7. وفي الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وأنه سئل عن الهدي فقال: جزور أي بدنة أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. إذا كان المشتركون بعضهم يريد اللحم وبعضهم يريد الأضحية فلا يضر، ولكل إنسان ما نوى على القول الراجح من أقوال أهل العلم. فلو اشترك 7 في بقرة وشخصان أو 3 لا يريدون الأضحية لا تضر، تصح الأضحية للباقي. لكن إن اشترك أكثر من 7 في بقرة أو بدنة لا تصح الأضحية.